هاعمل معاكم النهارده القراقيش المقرمشة، سهلة جدًا وبسيطة، مقرمشة وهشة وجميلة للمدارس، مع كوباية شاي الصبح، حاجة حلوة جدًا تفتح النِفس. مكوناتها عبارة عن حوالي كيلو ونُص من الدقيق، معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقتين كبار سكر، آآ ربع معلقة صغيرة بيكنج بودر، ربع معلقة صغيرة ملح، معلقتين كبار سمسم. طبعًا قلّبنا كل المكونات الجافة مع الدقيق الأول، وخلطناهم كويس، وحطينا عليهم نُص كيلو سمنة بدرجة حرارة الغرفة، وقلّبت كويس بالطريقة ديّة، وبسيت الدقيق في السمنة. طبعًا في ناس بتحب تقدح السمنة وتسخّنها جامد جدًا، وده حسب رغبتِك أنتِ. آآ أنا باعملها بالسمنة الباردة بدرجة حرارة الغرفة. طبعًا بعد ما قلّبت وبسيت الدقيق في السمنة كويس، رُحت حاطة عليه كوباية كبيرة حليب بدرجة حرارة الغرفة برضه، قلّبته كويس ورُحت مزوّدة مَيّة، كل شوية مَيّة لحد ما ما بقت العجينة بالطريقة دي. طبعًا أنا في وسط يعني وأنا باحط الدقيق اللبن مع المَيّة كده، حطيت حوالي ربع كوباية صغيرة سمنة بلدي، ربع كوباية صغيرة سمنة بلدي عشان يدّيها طعم وريحة السمنة البلدي كده، تمام. طبعًا أنا ما استناش لحد ما تخمر العجينة، لميتها بالطريقة ديّة، رُحت فردتها. طبعًا الرخامة بتاعتي نضيفة. خدت قطعة من العجينة وفردتها بالشكل ده، وقسّمتها بالطريقة ديّة. طبعًا أسيبها حوالي نُص سنتي، يعني ما ارفّعهاش جامد، أخلّيها يعني سميكة شوية كده بالطريقة دي وبالشكل ده. في ناس بتحب تعملها مثلثات، مربعات، دواير، قوالب، الطريقة اللي أنتِ حاباها. طبعًا هي القراقيش إحنا متعودين إن القراقيش بتبقى بالطريقة دي عشان نشربها مع كوباية الشاي الصبح كده، حاجة حلوة مع كوباية لبن، شاي بلبن مع كوباية حليب، باعملها بالطريقة دي. طريقة سهلة جدًا وبسيطة، بدل سندوتشات الطريقة المعتادة بتاعة الولاد نحط لهم قراقيش في الlunch box. حاجة جميلة جدًا، وما فيش طبعًا أحلى من عمايل إيدِك في بيتِك بالشكل ده. قطّعتها كده بالطريقة ديّة، ووزّعتها في الصينية بالشكل ده، طريقة سهلة جدًا. طبعًا أسيب مسافات بين العجينة وبعضها بالطريقة دي، عشان لسه هترتفع ولسه هتاخد مكان في الفرن بالطريقة ديّة. خلّصنا الصواني بتاعتنا بالشكل ده. كنت بقى مسخّنة الفرن على درجة حرارة 200، حطيته في الفرن بقى قعد بقى على الهادي كده لحد ما احمر معايا، نُص ساعة أو ساعة إلا ربع بالكتير، كانت القراقيش مستوية وجاهزة للتقديم بالطريقة ديّة، ومقرمشة مقرمشة من برّه وهشة وجميلة وتفتح النِفس بصحيح، يعني ولونها دهبي إزاي وجميلة. ما تنسينيش بقى بدعوة حلوة أمّا تعملي الطريقة دي وتجربيها، وما تنسينيش باللايك والشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصلِك كل جديد، واترككم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.